يلا يا جماعه مفيش وقت، البسوا بسرعه عشان النهارده خارجين ورايحين بورسعيد. صباح الفل عليكم. الاخبار يا جماعه النهارده بنحدثكم من بورسعيد، مروقين عليكم. رحلة جديدة على التوالي بعد اللي فاتت على طول. مفيش على طول خبط كل لازق فيديو كده. كده بنفسحكم. احنا دلوقتي في مكان اسمه المسلة. بصوا كده. لا الناس بتيجي بقى بتقعد تاكل الحمام، وفي اللي هي اسمه ايه ده؟ حنطور. وفي حناطير وبتاع. خليكم معانا كده علشان لسه في ايه حاجات كتيرة واليوم طويل. وزوزو هتنام مننا ولا نمتي كويس؟ لا نمت، انا اخدت الطريق كله نوم. اولا بورسعيد دي جزيره شبه جزيره، وقلنا الميه بتحوطها من 3 اماكن، منها بحيره المنزله مكانين والبحر المتوسط مكان. ودلوقتي احنا داخلين على حديقه فريال. حديقه شكلها جامد قوي، رايقه قوي، موجوده هنا في وسط البلد. شكلها فيها هيطلع منها صور كتير، اماكن تصوير حلوه قوي. تعالوا نتفرجوا عليه. خلصنا يا جماعة، خدنا شوية صور حلوين، ودلوقتي بقى هنروح المحطة اللي بعدها. يلا بينا، عشان المحطة اللي جاية دي هي أكتر حاجة إحنا متحمسين لها أصلا. بورسعيد دي زمان كان لها اسم، كان اسمها الفارما زمان. اولا بورسعيد يعني ايه؟ ميناء سعيد، بالنسبة للخديوي سعيد. وفي بور فؤاد يبقى ميناء فؤاد بالنسبه للملك فؤاد. طول قناه السويس قد ايه؟ حوالي 191 كيلو متر، ودي اتفحتت بايد المصريين خلال 10 سنوات. واللي افتكر الموضوع ده او اللي خلق الموضوع ده اسمه ايه؟ فرديناند دي ليسيبس، ده اصله فرنسي. وقالوا بدل ما التجاره العالميه بتعدي من راس رجاء الصالح على المحيط الاطلنطي على المحيط الهندي، لا هنختصر الكلام ده من البحر المتوسط على قناه السويس على البحر الاحمر على المحيط الهندي على طول. ننزل نتصور وبعدين نكمل بعد ما ننزل. احنا دلوقتي في المعديه عشان نعدي من بورسعيد لبور فؤاد، قارة افريقيا لقارة اسيا. احنا دخلنا بالباص بتاعنا على المعديه، وبعد كده المعديه هتتحرك بينا وبالباصات والعربيات وكل حاجه للناحيه الثانيه، وبعد كده كله ينزل. فالموضوع غريب علينا. هنا دي بورسعيد، نتحرك عشان نروح الناحية التانية بور فؤاد. بصوا يا جماعة كل الفيكلز على المعدية. دلوقتي لازم نرجع الباص عشان المعدية خلاص وصلت، قربت توصل للناحية التانية، وكل العربيات بتطلع تجري. جبال الملح دي، ده الملح اللي احنا بيتكرر وينضف ويتعبى وناخدوه في البيوت في الاكياس بتاعتنا. بص الملح حبيبات عامله زي الكريستال. أيوة. ده خشن قوي. خشن. ما هو بيتطحن بقى ويتنضف. بتدوق كده؟ لا اكيد مش هعمل كده، اكيد مش هعمل كده. استنى اشم ريحته. ملوش ريحه. ايوه الملح ملوش ريحه اصلا. انا قلت يمكن يبقى ليه ريحه عشان لسه مش متكرر. حتى الملح عندنا في البيت ملوش ريحه. على فكره الملح ده بيطلع الطاقه السلبيه. طلع الطاقه السلبيه. تعالي يلا ندفنك هنا. طلعي بقى كل ايه؟ طلعي كل السلبيه اللي عندك. لا كده هنهزر. بطلع الطاقه السلبيه منك. هو انا السلبيه؟ منك. نتسلق الان. طالعين الجبل. يا نهار ابيض، بيزحلق. انا رجلي بتغرز والله العظيم. لا بيزحلق لورا كمان. صعب. بس هنطلع فوق الدنيا هتبقى ألذ يعني. لا تصدقي فعلا السلبيه راحت. لا حاسس ان انا احسن بكتير. حياتي بقيت احسن بكتير. احنا ايه ما بنوصلش ليه؟ يلا اهو. هانت ولا شيء. وصلنا. يلا ننزل بقى تاني. بس المكان جامد. عملناها. ايوه فعلناها. بس المكان يا جماعه عامل ازاي؟ بص البحيرات اللي هناك دي. ما هي دي اللي بيطلعوا منها بقى الملح.
دي البحيرات دي اللي بيطلعوا منها الملح. زوزو هي قاعده بتطلع الطاقه السلبيه. زوزو ايه طلعت ولا لسه شويه؟ بس بدفن ايدي كده. ايه طيب حاسه بفرق ولا ايه الكلام؟ اي كلام ايه تعبانه. عايزه احلل بس اي حاجه. اصحى ايه ال 5 جنيه اللي احنا دفعناها. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انتوا بتتشكشكوا، بص ايدي عامله ازاي. عشان الحبيبات بتاعتها بارزه قوي. فما تفتكسوش يا جماعه، تعالوا تصوروا وامشوا، ما تعملوش زي كده. لا تفعل مثل زوزو. كده مدخل قناة السويس من البحر المتوسط، ودي معدية زي اللي احنا راكبينها. المبنى الأخضر ده مبنى تبع قناة السويس، والمراكب اللي قدامه اللي هي السودا دي اللي هي لو في سفينة بتعدي من قناة السويس وتشحت دي اللي هي اتحشرت يعني. اتحشرت، اللي هي مثلا الهواء كان جامد فبدأت تلف وتسد مسار الملاحة، يعني السفن دي بتبدأ تشدها وتخليها تعدل طريقها زي اللي حصل من كام سنه مع اللي هي السفينه اللي اسمها ايفر جرين دي. نحن الآن في طريق العودة. دلوقتي راجعين كده تاني أفريقيا اللي هي بورسعيد. هنروح بقى سوق السمك والحاجات اللي هناك اللي هي بتاعت الشوبينج وكده. عشان ناكل بقى، عشان ناكل أهم حاجة في الرحلة أصلا. احنا جايين عشان أكلة السمك دي. يبقى الملح إيه وحاطط في ريال إيه. ماما يا جماعة احنا دلوقتي في سوق السمك، نروح بقى ننقي السمك اللي احنا عايزينه ونخليه يسوي لنا. يا جدعان يسوي لنا برضه التسوية اللي احنا عايزينها. هنشوف هناخد الاكسبيرينس مع بعض. خدت انا بقى الموبايل والمايك. ماشي يا اخويا. خدت انا بقى الموبايل والمايك وكملت انا ماشي عشان زوزو مش طايقه الريحه، فيا دوبك قاعده كده مع حالها وشوف انا الكلام بقى على ايه. نلف لفه بس كده الاول ونشوف الدنيا بتقول ايه. شوية سمك انما ايه عدالة. ده البربون ده البربون ده اللي بياكل الجمبري ده، شكله جامد. ده سمك موسى شكله غريب بس ما شاء الله طازة، كله طازة. السوق بقى زي ما انتم شايفين كده ايه، كله سمك تنقي تشوي على طول يشوي لك. بعد لف كتير يا جماعه خلاص اخترنا اخر حاجه بقى ايه، ابن حميدو، مطعم ابن حميدو. فده عند بوابه 5 السوق الجديد، 5 أو 6 يعني. هو كل البوابات بتطلع على بعض يعني. ده بص المنيو بتاعه اهو، تختاروا اللي انتوا عايزينه وهو بقى بيسويه وينزل معاه رز وسلطه وطحينه وعيش وكده، بيروق الكلام يعني. السلطات والشوربه نزلت، مستنيين بقى الوجبه نفسها لسه. ايوه افتح الطحينه بقى عشان الجمبري بيحب الطحينه يا عم. ودي هناكل ونرجع لكم نقول لكم راينا بقى. اكله 100%. وشنا نور. والله صح. يا جدعان لا نيجي يروح سوق السمك ابن حميدو او عند ابو جنى، رايق قوي واكله حلو ومعاملتهم حلوه جدا جدا. بصراحه ابو جنى روق علينا وظبط الكلام وشوربه وبتاع ولا شغل عالي. احنا ما طلبناش سمك، احنا طلبنا جمبري عشان احنا مش احسن حاجه في السمك. بالظبط. قلنا خلينا في المضمون. الاكله عايز اقول لكم ان هي بتنيم. المفروض بقى دلوقتي هنروح نشوف حد اسمه علوش كده، معرفش ده
بتاع جمله باين او بتاع ده حاجات مستورده، حلويات وحاجات مستورده. اه نفس الجو بتاع محمود الفار كده. فهنشوف كده ايه الكلام عنده، لو لقينا حاجه حلوه ممكن نجيب. بس في المجمل المدينه في الرايق خالص. محافظه الواحد لا حلوه يعني، الواحد ممكن يعيش فيها. لذيذه. انا موافقه. الهواء فيها جميل طبعا عشان البحر، وهي هاديه كده وهاديه. طبعا مش زحمه، هي عشان تعداد السكان اكيد اقل طبعا من القاهره. الطقوسه بتاعتهم لونها حلو، ابيض فازرق. عملنا شوبينج يا جماعه من علوش. زوزو دخلت فرتكت لنا الميزانيه بتاعت الشهر. لا انا هو كمان يا جماعه نص الحاجات دي بتاعته اصلا. دي يا جماعه والله اغلبيه الحاجات اصلا بتاعتها. لا يا جماعه ليه فيها على فكره. ايه ليه اصلا؟ ليك والله حاجات، ليه حاجات والله. هي اصلا مش فاكره احنا جبنا ايه. انا مش فاكره ماشي، بس والله ليه حاجات ما تقولش ان هي كلها بتاعتي. بس هي يا جماعه والله المكان حلو. حلو يعني يستاهل ان احنا نخش. اسعاره كمان جامده قوي، انصحكم ان انتوا تروحوا. بس زحمه قوي. زحمه موت. الكاساته يا باشا، عشان نبقى في بورسعيد وما ناكلش كاساته يعني. احنا عايزين نجربها بقى. احنا عايزين نشوف بقى بتقول ايه. كل الناس عماله تقول كاساته كاساته كاساته. خلينا نجرب كده ونشوف الكلام على ايه. يلا جربوا. قول. بسم الله. شكلها جاتوه قوي. هي عباره عن ايه اصلا عشان مش عارفه؟ هي مانجا وايس كريم وده كاستر باين. طب جربوا. قول. مسكره بزياده قوي. يا سلام. مسكره والله. انت وشك عمل كده ليه؟ استنى ادوق كده حته من هنا. ده فيها حاجات جيلي وبتاع. مش حلوه قوي ومش وحشه قوي. ايه ده انا عايزه اجرب. طيب استنى. خدي معلقه كده من كله. هي يعني ايوه تلج. مسكره. الطبق اللي بره ده مش عارفه ايه. مش عارف. هي حاجه طعمها حلو بس مسكره. حاسسها مسكره بزياده صح؟ هو اللي بره دي مسكره. اللي جوه ده ايه بقى؟ اللي جوه ده مسكر اكتر. استنى. طب ادوق المانجا. طب جربي المانجا او الشوكولاته اللي وراها. مانجا حلوه. يبقى كنا نطلبها مانجا بس. مانجا جامده قوي. الشوكولاته ماليش ايس كريم الشوكولاته قوي. حلو برضه. لذيذ. الترتيب بالنسبه لي اللي هي الجزء بتاع المانجا وبعد كده الشوكولاته. الجزء الخارجي اللي انا مش فاهماه ده طعمه ده كاستر متهيألي. مش عارفه. اللي جوه ده اخر حاجه عشان اصلا مش بحب الايس كريم فانيليا وهو مسكر بزياده. دي كام من 10؟ اديها 5 من 10 عشان هي مش حلوه ومش وحشه صح؟ يعني عادي في النص. انا زيك برضه. قشطه. احنا بنتوه يا جماعه دلوقتي. بنتوه في شوارع بورسعيد. الجميله بصراحه يعني انا ماشي مستمتع. قلنا نمشي نستكشف المحافظه كده شويه. بصوا يا جماعه رجلينا اخدتنا لايه؟ للشاطئ. يا ريت. هوا جامد قوي هنا. احب بس اشيد بقبة المسجد ده. لونها والديزاين بتاعها رهيب. اللي يعرف اسمه ايه يقول لنا. بس الموبايل اصلا عمال الهوا بيحركه. وبس كده لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص والرحله كمان خلصت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وعشان تشوفونا في الفيديوهات الجايه. سلام.